السلام عليكم. لاحظوا معايا اختلاف هاد المخبوزات. هادو فطائر محشوين بالجبن، وهادو فطائر بنكهة البيتزا محشوين بالتون والزيتون والحار، وهادو فطائر بالشوكولا وهادو بالشوكولا واللوز. وهنا عندي فطيرة بالدجاج والجبن مع صلصة الألفريدو، وهنا وبنفس الطريقة عندي فطيرة بنكهة البيتزا، وهادو كلهم عجينة واحدة فعلى بركة الله المقادير. عندي هنا كأس من الحجم الكبير ديال الدقيق الأبيض، كاس د الحليب ونص كاس د الزيت، واحد بيضة، ملعقة صغيرة من الخميرة الكيماوية، ونص ملعقة ديال الملح. كنبدا بسم الله وكنغربل المواد الناشفة، وهذه خطوة ضرورية هي اللي كتعطيني ديك الإسفنجية د العجين ديالي، واللي كيجي إسفنجي وفي نفس الوقت معلك من دون لا مواكن ولا حتى حاجة. كنضيف بقية العناصر، وهنا جدير بالذكر أنه هذه الوصفة سواء زدت فيها أو نقصت دائما كتخرج ناجحة، ما محتاجة لا ميزان ولا مقاييس مضبوطة، محتاجة بسم الله والصلاة على الحبيب وكونوا موقنين بالنتيجة. شوفوا معايا هاد لا تكستور هي لاش خاصنا نوصلوا. هنا عملت الطبقة الأولى وكنعمل لا غارنيتور ديالي، عندي هنا فيها شوية جداد والفطر وجبن الموتزاريلا، كنعاودهم فوق بعضهم ونضيف الطبقه اللي بقات لي ديال العجين. وهنا مشات لي واحد اللقطه في التصوير، كنضيف فوق من العجين ديك الصلصه د الالفريدو، ومن بعد كنزل فوق منهم ديك الطريفه الجداد ديالي اللي قليتو معايا مليحه وليبزار، ومع الصلصه د الالفريدو كتعرفوا شحال كتناغم مع الجداد. شوفوا معايا النتيجه ما شاء الله. شوفوا معايا هنا الجنيبات كيفاش محمرين، وهذا التاثير ديال الجبن وكذلك حتى الصلصه د الالفريدو. انتم عارفين الى اي مدى كتماشى مع الطعم د الجداد. وشوفوا معايا النتيجه، اللهم صل وسلم على الحبيب. صدقوني الكاميرا ما كتوريكمش فعليا النتيجه، لان بقدر ما هي اسفنجيه بقدر ما كريميه مع ديك المفعول ديال جبنه الموتزاريلا والصلصه د الالفريدو، راه ما تصوروش الطعم والقوام كيفاش عامل. وهنا كنحب نذكركم اننا طيبناها 25 دقيقه في المقلاة. هادو بالمقابل خبزناهم في الفرن مدة 30 دقيقة على حرارة 180. وتشوفوا معايا ما شاء الله كيجيو اسفنجيين جدا وناعمين، ومع ديك الجبن اللي في وسط منهم كيتحول لكل شيء الكريمة. هنا غنفتحوا هذه اللي معمرة بالحار والزيتون والتون، ولاحظوا معايا ما شاء الله ديك الجبن كتحلل في وسط منها وحتى هي كترجع قطنية. وهنا نفس العجينة نقصت ربع الكأس ديال الدقيق وعوضته بالكاكاو وضفت 6 معالق صغار د السكر. وتشوفوا معايا النتيجه، اللهم صل على سيدنا محمد. النتيجه كتهضر على راسها. ضروري تجربوا العجينه السحريه وما تنساوش الصلاه على الحبيب.